هنلاقي حضراتكم على الصرح الأول تماثيل بتمثل رمسيس الثاني، 4 منهم واقفين واتنين جالسين، وإن التمثالين الجالسين دول كانوا بيمثلوا القاء الحية للملك أو الصورة الحية للملك على الأرض. وعشان كده كان في كهنة قايمين على خدمتهم، وكانت بتتقدم القرابين للتمثالين دول في المكان ده. التمثالين دول من الجرانيت الأسود. ونرجع مع حضراتكم تاني للمسلات، واللي هنلاقي عليهم 4 قرود من البابون، واللي بيعرفوا عند المصري القديم بأنهم من فصيلة القرد المنشد أو القرد المهلل. وده لأنه مع إشراقة الشمس كانت بتصرخ وبتعمل صوت عالي جدا، وعشان كده صوروا القرود دي بأنها منبهة بإشراق الشمس، وعشان كده أصبحوا من الحيوانات المقدسة لهذا الإله. فهنلاقي قرود البابون دي وهي بتواجه مشرق الشمس، وبترفع إيدها بالدعاء أو بالتهليل، وهي برضو اللي بتفتح بوابات الأفق الشرقي في السماء، وده عشان تدخل الشمس من الأفق الشرقي أو لغروبها من الأفق الغربي. واعتبرت القرود دي بأنها رمز لعبادة الإله رع. بالنسبة للنقوش اللي هنلاقيها على الصرح، فالنقش الغائر العميق بدأ يظهر من أيام الأسرة العشرين، وكان المصريين القدماء مع نهاية كل صيف وبداية كل فيضان بيعملوا إعادة طلاء لجميع المعابد مرة تانية، وده طبعا بتلوين وطلاء المناظر الخارجية، وده عشان كان أكبر عدو للمعابد هي الأمطار، فكانوا بيسموه الوباء اللي نازل من السماء، وده عشان كان بيسبب تلف للمناظر المرسومة والمنقوشة على الجدران من الخارج، وعشان كده كان يجب إعادة طلاءها مرة تانية. فبتبدأ معانا معركة قادش على الصرح، واللي هنتكلم مع حضراتكم عن أهدافها. فكان أهداف معركة قادش تحديدا من العام الخامس من حكم الملك رمسيس الثاني، فكانت النصوص بتحكي إنه مع نهاية العام الرابع وبداية العام الخامس من تولي الملك رمسيس الثاني، واللي كان في الفترة دي في فترة الشباب، فبدأ في إنشاء معبد الأقصر بدءا من العام الأول من حكمه. فأنشأ صالة الأعمدة الكبرى واللي بنسميه فناء الأعمدة الأول، وكلف المهندس با إن خونسو بتشييد المعبد ده، واللي ما عدمهوش في صالة الأعمدة زي ما بيتنقل لينا من الأخبار الكاذبة. فهنلاقي نفس المهندس هو اللي بنى المعبد الجنزي لرمسيس الثاني في غرب الأقصر، واللي بتسمى الرمسيون، وكمان هو اللي بنى معبد أبيدوس الجزء الخاص برمسيس الثاني. ونرجع مع حضراتكم لمعركة قادش، واللي وصلت لنا أخبار من القوات بتاعتنا إنه في العام الخامس من حكمه دولة الحيثيين تقدموا عايزين يستولوا على منطقة أمورو، واللي هي لبنان دلوقتي، بأنه اتجمعت مجموعة من قوات العدو واللي كان عددهم حوالي 33,000 مجند. فخرج الجيش المصري لمواجهة المعركة دي في 4 فرق عسكرية بقيادة الملك رمسيس الثاني، والفرق العسكرية ال4 كان اسمهم فرقة أمون، فرقة رع، فرقة ست، فرقة بتاح. وكان على كل فرقة من الفرق دي واقف ابن من أبناء رمسيس الثاني، وفي أثناء تقدمهم وتحركهم كانوا بيتحركوا اتجاه نهر العاصي اللي في سوريا، والنهر ده في تفريعة طالعة منه اسمها نهر الكلب أو نهر الأرنتوس. ومدينة قادش دي حضراتكم بتقع ما بين العاصي والأرنتوس. فعرف بعد كده عن طريق الاستخبارات السرية إن الجيش هرب ناحية الشمال لما عرف إن رمسيس الثاني جاي لمواجهته وقتاله. فبدأ الملك رمسيس الثاني بسحب فرقة أمون واتجه ناحية الشمال لقتال العدو. ولما وصل على حدود قادش بعد ما عبر نهر الأرنتوس، وأثناء ما هو معسكر ومستني قدوم باقي الفرق، حصلت مفاجأة كبيرة. وهنلاقي على البيلون اللي هو الصرح بتاع المعبد بتوجد ثنايا، واللي بتمثل ثنايا معسكر الجيش المصري، واللي هنلاقيها على الصرح. وكمان هنلاقي الخيمة العسكرية بتاعت رمسيس الثاني وفيها ال3 أبواب الرئيسية بتاعتها. وكان من المفروض إن رمسيس الثاني قاعد معسكر داخل الخيمة دي، وفي نفس الوقت ده زي ما احنا شايفين في المنظر على الصرح إن رمسيس الثاني قبض على 2 من الأسرى، واللي هنلاقيهم تحت رجلين رمسيس الثاني. وأثناء ما بيضرب الأسرى دول للاعتراف باللي حصل، بلغوه بإن الجيش الحيسي ما اتحركش ناحية الشمال، ولكن الجيش الحيسي معسكر شرق المدينة. فاكتشف وأدرك إن في خدعة، وفي الوقت ده اجتمع مع القادة بتوعه. فهنلاقي المنظر على الصرح بيمثل اجتماعه مع القادة العسكريين واقفين عشان يعرفوا هيتصرفوا ازاي. وفي الأوقات دي حصل هجوم من الجانب الحيسي على الخيمة العسكرية لرمسيس الثاني، واللي نتج عن ذلك بأن رمسيس الثاني أخذ القوات ودخل في هجوم مع العدو في معركة. فهنلاقي المناظر على الصرح بتمثل أحداث اليوم الأول من المعركة، واللي نعرف إن المعركة فضلت شغالة لحد غروب الشمس. وفي اليوم ده اتهزمنا هزيمة منكرة، لكن طبقا لقواعد الحروب في العصور القديمة كان بيتم حصر أعداد القتلى بعد فترة الغروب من الجانبين. بعد كده بيستعلموا هل العدو هيواصل الحرب ولا لا. وطبعا احنا كنا في اليوم ده اتهزمنا،
واللي كان صعب على رمسيس الثاني انه يعلن بالهزيمه، خصوصا بقى ان احنا لسه عندنا 3 فرق ورا. ونروح كده مع حضراتكم على الضلع الثاني من الصرح، فهنلاقي انه في اول منظر منه الشباك الاعلى من رمسيس الثاني اللي بعد العربه الحربيه انه بيطلب النجده من الفرق ال3 اللي ورا. فجت ال3 فرق واستمر القتال في المعركه لحد اليوم الثاني، فاتقلبت العربه الحربيه بتاعت رمسيس الثاني وكاد ان يقتل في هذا الوضع. واللي هنلاقيهم احاطوا بيه هو واقف على الارض وبدا يقاتل بايده من غير العربه الحربيه، واتكترت حوله الاعداء لولا ان في فرقه من القوات الخاصه من الجيش المصري جت وانقذت الملك من وفاه محققه في المعركه. ولما انتهى اليوم الثاني كنا احنا طبعا فقدنا عدد كبير جدا من القتلى، فبعتنا بالليل ضابط راكب حصان، والضابط ده طبعا بيميزه بوضوح جدا في معبد ابو سمبل. فهنلاقي واحد راكب حصان لوحده واللي راح يجيب باقي القوات، عشان الملك لقي نفسه انه وصل لحاله جيده بالفرقتين اللي كانوا معاه. وبدات المعركه في اليوم الثالث، فهنلاقي منظر الاسطوانه وكانها مركب من فوق ومركب من تحت، واللي بتمثل من الاعلى نهر العاصي واللي من اسفل نهر الاورنتوس، وفي الوسط مدينه قادش. فرمسيس الثاني خرج للقتال وحاصر المدينه، ونجد القوات المصريه والخيل فوق بعضهم في نظام على حافه الباب، وبيمثلوا الفرقتين اللي لسه ما دخلوش المعركه. فدخلوا ورا رمسيس وبداوا بقتال العدو من الجنوب. وفي اللحظه دي حصلت مفاجاه كبيره جدا، الحيثيين ما كانوش متوقعينها، وده عشان الحيثيين دخلوا بكل قوتهم في المعركه، وكان لنا فرقه مرتزقه جبناهم من فلسطين واللي كان اسمهم شباب النعرونه. فبيفصل حضراتكم ما بين مدينه قادش وما بين البحر المتوسط جبال لبنان وسهل البقاع، واحنا كنا بنهاجم من ناحيه سهل البقاع، ومن ناحيه البحر المتوسط كنا محركين فرقه النعرونه، وكانت عامله زي دوريه على ساحل البحر المتوسط، ولفت ورا الجبل واتفاجئت بان المعركه شغاله. وعشان كده قوات المرتزقه هجمت عليهم تحت نهر الكلب، واللي هيظهر معانا في المنظر اللي تحت برؤوس صغيره، والمنظر ده معناه ان الجيش المصري بيضرب من الجنوب وفرقه المرتزقه بتضرب العدو من الشمال. فاصبح العدو هنا محاصر ما بين كماشه، والحصار ده ادى لهزيمه الجيش الحيثي في اليوم الثالث هزيمه منكره. فبنجد بعد كده في المنظر حصان في الاخر خالص مكتوب فوق ايه؟ ما يعني العدو الخاسر، قائد الجيش الحيثي يهرب في فزع شديد. وده طبعا لان الجيش الحيثي انهار تماما، وهرب القائد الحيثي من المعركه، وتم تسجيل نص المعركه بالكامل على يد كاتب الجيش واللي كان اسمه بنتاور. والنص ده هو المكتوب من تحت على الصرحين اليمين والشمال. وطبعا حضراتكم بيستثنى من المناظر دي منظر رمسيس الثاني لما اتقلبت بيه العربيه الحربيه. المنظر ده ما تصورش غير في ابيدوس والكرنك. وبيستثنى حضراتكم برضه انشوده رمسيس لامون، وهو نص بيقول فيه: يا مولاي، انت ازاي تسيب ابنك الوحيد هو وبيموت في المعركه وقد تخلى كل القاده العسكريين عنه. النص ده حضراتكم هنلاقيه طبعا مكتوب في الكرنك وابيدوس، لكن مش مكتوب في معبد الاقصر. فبعد اليوم الثالث حضراتكم الحيثيين اعلنوا استسلامهم وهزيمتهم من الجيش المصري وخرجوا من المعركه. لكن هنلاقي ان المعركه دي كلفتنا عدد كبير جدا من القتلى، على الرغم من اننا استولينا على مدينه قادش. وعشان كده اصبح النصر نصر سياسي مش نصر عسكري. ومن المفروض طبعا ان احنا بنرجع بالقتلى معانا، عشان طبعا بيتعمل طقوس التحنيط لهؤلاء القتلى. وعشان ده طبعا كان هيعمل دعايه سيئه لرمسيس الثاني، واللي هنلاقيه عمل قدر المستطاع انه يسجل انتصارات قادش على عدد كتير من المعابد، وعشان يبين للناس ان احنا انتصرنا درءا لاي اقاويل. وعشان كده هنلاقيه صور مناظر معركه قادش 7 مرات، مرتين في معبد الاقصر على الصرح الخارجي وعلى الجدران اليمين والشمال، مرتين في معبد الكرنك في صالة الأعمدة الكبرى من الخارج، مرة في معبد الرمسيوم في ظهر صالة الأعمدة الأولى اللي هي مكان تصوير معركة قادش الفناء المفتوح الأول، مرة في معبد أبو سمبل بفناء الأعمدة الأول، ومرة في أبيدوس.